لو متقدم لك جوز عرسان، واحد مصري واحد خليجي، هتختار ايه وليه؟ لو اخترت المصري هتختاره ليه؟ ولو اخترت الخليجي هتختاره ليه؟ هو هختار المصري طبعا يعني، ليه بقى؟ عشان ابن بلدي، فاهم؟ ايوه. يعني ابن بلد احسن من بره، يعني مش هسيب اهلي طبعا واخرج بره، اسافر بلاد بره بره علشان حد يعني. طب لو الخليجي ده معاه فلوس؟ هو مش كل حاجه فلوس طبعا. لا، والمصري معهوش فلوس والخليجي معاه هو فلوس. بص، ها؟ لا هو المصري طبعا، مش هخرج بره عشان حاجه، فاهم؟ مش عشان فلوس، ما يهمنيش الفلوس اولا، فاهم؟ ما يهمكش الفلوس. طبعا. تمام. دي 50 اه. جنيه مم. هتتصل بمامتك ماشي. تسألها نفس السؤال، لو قالت نفس الإجابة بتاعتك ونفس كلامك تكسب ال 50 جنيه. جاهزة؟ جاهزه. يلا بينا. ايه يا ماما، عامله ايه؟ عامله ايه؟ كويس، انت عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لي، قولي. انا واقفه في الشارع وبتسال الاسئله، فهسالك سؤال وانت جاوبي، شوفي من وجهه نظرك السؤال هتجاوبيه ازاي، فاهمه؟ دلوقتي لو هي متقدم لها جوز عرسان، واحد ايه؟ متقدم لها جوز عرسان، واحد مصري مم. وعلى قد حاله، والتاني خليجي ومعاه فلوس، تختاري اللي يجي لها اللي هي ترتبط بيه، المصري ولا الخليجي؟ الايه؟ المصري. عشان ايه؟ عشان هو فلسطيني. ماشي، بس الخليجي معاه فلوس تمام مش كل وهيعيشها حاجه، عيشة كويسة. مش كل حاجه الفلوس. لا، احنا عايزين ناخد المصري شبكنا. مصري اللي شبهنا، يعني الفلوس ملهاش لازمة. ممكن تعيش عيشه حلوه وفي الاخر ما ارتاحتش معاها نفسيا او ما عايشهاش، يعني ما تعودش زي ما يكون عايشه مع نفسي. تمام، يعني انت تختار لها المصري حتى لو على قد حاله، بس ايه، شبهنا وهيعيشها كويس احسن من الخليجي اللي معاه فلوس وما نعرفوش. لا، انا حاجه يعيشها كويس يحبها بس ويحافظ عليها. تمام، هي فعلا اهم حاجة الشخص اللي يحافظ على اللي هي على الشخصية اللي يكون معاه. طب ايوه، لازم يحافظ عليها. لا، هو بصي الإجابة اللي أنت جاوبتها صح. أنا كنت سألتها السؤال بتاع الارتباط وقلت لها لو الحاجة جاوبت نفس الإجابة بتاعتك هتكسبي معانا 50 جنيه، وهي جاوبت، أنت جاوبتي نفس الإيه الإجابة بتاعتك، ضلت 50 جنيه، هي كده كسبت معانا ال 50 جنيه.